مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحة والسلامة. اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم سوينا دولمة بنات. اول مرة اسوي دولمة، اول مرة بحياتي اسوي دولمة، لا تفاجئون. اول مرة اسوي دولمة. طبعا هم سويتها وحدي بنات. هم يعني ساعدوني بيها. مثل ما تشوفون بنات حضرنا كل شي هنا. وسويتها من شوفتكم، يعني خطوات من سويتها لان الاستاذ مال التصوير ما جايبته، يعني ما قدرت اثبت الموبايل وشنو دا اسوي بيها، فما صورت لكم. مثل ما تشوفون بنات شغلات يعني مال الدولمة، ما اقول لكم هيك وهيك، نفس تعرفوهن يعني شغلات الدولمة، ومع دبس الرمان، مع شغلات انتم يعني حسب ما تحبون تخلون. مثل ما تشوفون بنات احنا هنا اكثر شي احنا نحب السلق، يعني انا اموت على السلق، العشق السلق يعني. كلش احبه هو والبصل. المحشي مالت البصل هم احبه. هنا أنا بنات مثل ما تشوفون خليتها على النار حتى تذب المي مالتها. انا هاي تعلمت هاي الطريقة وعجبتني، انه تذب المي مالتها كلش. يلا تخلولها هذا الصوص مالتها، والصوص بقد حجم التمن، يعني هاي الطاسة شنا مخلين بيها تمن للدولمة، بقدها خلينا صوص. مثل ما تشوفون بنات راح اخليه على الدولمة وهي تستوي بسرعة، يعني ما تطول. أنا ما كان حسبالي يعني إنه هي طبعا ما شايفة يعني شلون ماما تسويها وهاي، فحسبالي تطول. هنا أنا بنات اللي يسألوني عن الماكينة مالتي جبتها من كاظمية، أخاف يعني ما شفتوها بالفيديو السابق. هاي بنات الماكينة اللي جبتها وكلش حلوة بنات، صح مو أصلية بس نوع ثاني، تشتغل بس على الشحن، يعني تنشحن وتشغلوها. كلش حلوة بنات، يعني تاخذ الشعر كلش زين. هنا أنا بنات شنو سويت؟ طبعا هاي الفيديوهات صار لهن فترة. يعني هنا بنات عندي الجرارات صايرات هوسة كلش، يعني بمعنى الحرفي صايرات هوسة. مثل ما تشوفون شغلات كهربائية. جوا الخانة الثانية بيها كتب، مثل ما تشوفون بيها ملازم وكتب مالتي مال الجامعة. مثل ما تشوفون بنات الخانة هاي بيها كهربائيات، والخانة الثانية بيها ملازمي وكتبي راح اطلعهن هالسنة بعد، يعني ما احتاج، نجحت الحمد لله. فمثل ما تشوفون طبعا هم شوف لكم الخطوات من عزلتهم بنات، لان الستاند ما كان يعني ما خليت ستاند، بس رتبتهن وعزلتهن ورجعت مسحت الجرارات بهذا الشكل. راح اخلي بس الشغلات اللي احتاجها، الشاحنة، الريمون، هاي الشغلات. هنا مثل ما تشوفون ذني كلهن طلعتهن برا، عندنا معرض خليتهن بيه. صفطتهن كلهن بيه. فهسه بالغرفة يعني ما عندي، خلصت الملازم كلهن طلعتهن. هنا بنات العشاء قلت خل نسوي يعني شوية تغيير، فسويت بيتزا. مثل ما تشوفون هنا شوية خمرة، شوية ملح، شوية رشة شكر، ربع كوب دهن على ما اتذكر. بنات المشكلة اني من اسوي وصفة مال اكل وابقى فترة ما اسويها انساها، يعني يمكن ماكو هيك بس انا انساها، يعني شلون سويتها ما اعرف سويتها يعني طيبة وهاي، بس انسى شلون سويتها. هنا مثل ما تشوفون هاي بنات الصوص مال البيتزا اكو موجود جاهز يبيعون بيه، بس اني لان ما متوفر عندي فاني سويته. دبس الرمان، رشة ملح، فلفل، بصل، طماطة، وتخلطونه بالخلاط راح يصير عندكم صوص مال البيتزا. وهنا هاي العجينة بنات قربت تختمر، وراح اشوفكم شنو الحشوات اللي راح اسويها. سويتها بنات بالحشوة مال الدجاج، حشو مال الدجاج مثل ما تشوفون بصلاج بنات. فدوة، منو ما مخلي لايك، منو ناسية تخلي لايك لحد هسه بنات؟ لايك لا تنسونا فدوة، لان هو اللايك هو اللي يرفع الفيديو. وشاهدوا لي الفيديو كله لان هو مو طويل، انا مدى اسوي لكم الفيديو طويل حتى لا تملون منه. هو له 7 دقائق له 8 دقائق، يعني مو هواي، مثلا 25 دقيقة واكثر. فأتمنى تشاهدونا كله لأن الفيديو قليل، وأتمنى تعلقوا لي تعليقات حلوة وشاركوا لي هاي الفيديو لعائلتكم وأصدقائكم، إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله تستفادون من هاي الوصفة ومن هاي الروتينات الحلوة. وطبعا أنا دا أسوي لكم شغلات كلش جديدة وحلوة مثل ما تشوفون، وإن شاء الله تعجبكم. هنا بنات الحمد لله الصوص صار كفة على قد قطع البيتزا. طبعا كنت مسوية قطع هواي، تقريبا 12 قطعة او 10 قطع، بالحجم الوسط مو صغير. بنات بالحجم الوسط يعني كبار كانن مثل ما تشوفون. وهنا كان عندي زيتون، وهنا عندي مالت صدور الدجاج وقطع الطماطة والفلفل، خليتها عليهم فصارت كلش طيبة بنات. وسلامكم العافية. وطبعا طعمها كله صار طيب والحمد لله ما احترقت بالفرن بنات. الفرن حار وانا شو اسوي؟ اجيب جداحة
وقبل يعني اخلي ايدي بالفرن واشغله، هو حار من فوق ومن جوا، فالحمد لله انه ما لشعت. بس من المرة الثانية اللي شعت من سويت لحمة بعجين. وراح اشوفكم اياها همين بالفيديو الجاي ان شاء الله. مثل ما تشوفون بناتها او جبن بنات نسيت، وجبن همينه. جبت جبن همين لان البيتزا يعني ما تصير طيبة الا جبن وياها مثل ما تشوفون بنات. هنا بنات مثل ما تشوفون كنت دا اسوي لكم يعني اشوفكم بالخطوات. يعني الشغلات اللي دا اخليها على قطع البيتزا. ومن طلعتهن طبعا بنات ما احكي لكم كانت كلش حارة، الجو كلش حار وكلش حارة بنات. وانا دا اسوي انا مشكلة من اسوي لي فد اكلة يعني اظل قاعدة يم الفرن اراقبه بالحر. ما يعني اذا اسوي كيكة اذا اسوي اي شي ما اعرف، ابقى قاعدة يمه من لحد ما يستوي، حتى لو منصيته اخاف يعني يحترق، لا يعني ابقى قاعدة يمه وكل شوي شايفته. فمشكلة والدنيا حارة بنات كلش يعني كلش كانت حارة بوقتها. مثل ما تشوفون بنات. وكنت الحمد يعني عندنا الحمد لله صينيتين بنات مال فرن، فكنت اطلعهن واحضر غيرهن حتى اخليهن قبل بالفرن هو حار. فكان صينيتين اخلي هاي واطلع ذيك اخلي هاي واطلع ذيك. فسهلن علي يعني سهلن علي الشغل حتى كملت بسرعة بنات. هنا بنات مثل ما تشوفون طبعا صورت لكم روتين الغداء والتنظيم هاي الشغلات كان عندي، وبعدين العشاء مالتنا. فيعني تقريبا روتين كامل. اتمنى بنات تتفاعلون على الفيديو وتشوفوه كله لان هو مو هواي. ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو منكم لا تنسون بنات. وطبعا يعني بنات يعني تابعوني 1300 شخص، وينكم؟ وين 1300 شخص؟ يعني بس 100 او اقل 100 بس، يعني من 1300 شخص بس 100 والباقين وين فدوة طلعوا. يعني عدد كلش قليل بنات والله، دا اتعب بالفيديوهات ومدا يصير لي وهس انشر. فاتمنى تفاعلون بالفيديوهات بنات. مثل ما تشوفون طبعا شكلها مشهي وهي احلى شي من تنوكل وهي حارة، اطيب شي بنات. هذا كان اخر شي طلعته من الفرن.